السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هرسم باترون الكول الأوفيسيه. هرسمه وأقص الكولة وهنشوف شكلها إزاي، يعني رسم باترون وقص كولة. الكول الأوفيسيه بنسميه أو الكول الصيني. الكول الأوفيسيه اللي هو لو أنا عندي الموديل ده بيبقى الكول المرتفع فوق حردة الرقبة، بيبقى عندي مرض كده مفتوح، والكول بيكون على الرقبة من أعلى، طبعا مبقاش راكب على المرد. بعد المرد بتركب الكول. علشان أرسمه هنفرض إن عندي أنا أهوت الباترون، عندي دي حردة الرقبة الخلفية ودي حردة الرقبة الأمامية. علشان أرسمه لازم يكون عندي نص دوران حردة الرقبة الأمامية والخلفية، يعني هقيس الحردة ديت والحردة ديت واجمعهم على بعض. قستهم وليكن كانت الحردة الأمامية 15 زائد 9 طلعوا 24. طبعا ده بدون المرض اللي موجود عندي في القطعة الملبسية. عرض الكول بيبقى قد ايه؟ عرض الكول بيبدأ على حسب شكله في الموديل، لا اما بيكون صغير او بيكون عريض. يعني بيبدأ من 2 سنتي الى 5 سنتي. انا هرسمه ان شاء الله الوسط، هرسمه 3 سنتي. فهبدأ دلوقتي هرسم خط عرضي قياسه 24 سنتي وخط طولي قياسه 3 سنتي. رسمت خط عرضي 24 وخط طولي قياسه 3 سنتي ورسمت المستطيل. بنصف المستطيل ده إلى قسمين، يعني كل جزء هيكون 12 سنتي وأحط نقطة. الخط العرضي بتاع المستطيل قياسه 3 سنتي، هنصفه يعني 1.5 وأحط نقطة، وليكن النقطة ديت نقطة ب. بقيس جهة اليمين 1 سنتي وبحط نقطة. قست 1 سنتي وبرتفع 1 سنتي على ايه؟ على نفس الميل، يعني النقطة دي بتاع المنتصف هوصلها بنقطة 1 سنتي وارتفع بحيث يكون الخط ده قياسه 3 سنتي اللي هو عرض الكولة على الامتداد بالشكل ده. كده الكولة اترسمت بسيطة جدا، ما فيهاش اي حاجة. هوصل النقطة ديت بنقطة المنتصف والنقطة ديت بنقطة المنتصف. باجي النقطة بتاعة 1.5 ديت وبرسم شكل الكولة جاي باستدارة بالشكل ده. كده بقت رسمنا الكول اللي هو الكول الأوفيسيه أو الكول الصيني على الشكل اللي هو باللون الأحمر بالشكل ده. طبعا الخط اللي هو هنا ده ويسمى خط نصف الخلف متني، بيبقى على قماش متني لأن دي تعتبر نص الكولة، والشكل بتاع الكولة ده هو اللي هيبقى في الأمام زي شكل الموديل. تيجي المرحلة اللي بعد كده إن أنا بشيف الكولة وبقصها على القماش، هنشوفها إزاي. جبت قطعة شفاف وشفيت الكولة، أشفها هي نفس شكل الكولة اللي هي المرسومة بالظبط. في طريقة تانية طبعا أخد بيها مقاس الكولة، لا إما قلت من الباترون لا إما من القطعة الملبسية اللي أنا عايزة أنفذها. أنا عندي عاملة نموذج لقطعة ملبسية وفيها المرد. بجيب أنا بحط المرد على المرد كده لأن الكولة بتتركب بعد المرد، وبتني القطعة بالشكل ده وبقيس الحردة، بسيب مقدار المرد وبقيس الحردة على القطعة الملبسية نفسها. فطبعا أنا بفضل كده علشان بتبقى مظبوطة 100%، لأن الكولة بتاعتي هركبها على القطعة الملبسية. فالقطعة الملبسية بكون قايساها عليا أو على أي حد بخيطله وظبطاها، عاملة بروفة وظبطاها ومظبوطة. فالحردة دي طبعا بيكون أضمن إن أنا أحطها بالشكل ده وقيس الدوران بالشكل ده من على القطعة الملبسية. عندي أنا ده الفازلين، بيبقى لاصق من جهة ومن جهة الأخرى لأ. بتني الفازلين لأن أنا عايزة أقصه الكولة أقص بها بالفازلين. طبعا الخط ده خط نصف الخلف متني، بحطه على الفازلين متني وباخد العلامة بتاعة الكولة وبقصها. بجيب القماشة اللي أنا هعمل بها الكولة وبلزق الفازلين عليها. الفازلين أنا كنت قصاها لزقتها بالمكوى بالشكل ده. بعد كده بخيط الطبقتين مع بعض لأن الكولة بتكون طبقتين،
طبقة فيها فازلين وطبقة ما فيهاش فازلين. بعد الخياطة بقلب ويديني شكل الكولا. ده شكل الكول الأوفيسيه بعد ما ركبنا فيه الفازلين وخيطت الطبقتين مع بعض، الكولا وبطانة الكولا. فبطانة الكولا هي اللي بيبقى فيها الفازلين. يعني لما اجي اركب الكولا في القطعة الملبسية، الشكل الخارجي ده هو الكولا اللي يبقى ظاهر من بره، واللي فيها الفازلين هي اللي بتبقى من الداخل. والسبب ايه؟ ليه ما اقولش الاتنين زي بعض؟ السبب ان الفازلين ده عبارة عن ورق، فمن غسيل الملابس فممكن يدخل مية ما بين الورق وما بين القطعة القماشة بتاعة الكولا، فترتفع ويبقى شكلها مش كويس. فطبعا لو حصل كده، طبعا احنا كوينها ومثبتينها كويس، ولكن لو حصل كده فبتكون من الداخل ما تبقاش من الخارج، اللي من الخارج تبقى نظيفة وكويسة. وطبعا اهوت احنا سايبين 1 سنتي لمقدار الخياطة في الرقبة. وده الشكل النهائي للكولا، الكول اوفيسيه. وكده اكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.